نفسي ما بحبش الكلام. يعني يا بابا همنعهم من الكلام. ما دام ما حدش بيتضايق من غيابي، انا كمان مش محتاج له. كلهم، بابا وماما واخواتي، حتى دادا نجيب، حتى الطلبه اللي معايا في المعهد، زي ما تكون فيا حاجه مش عارف هي ايه بالظبط، بتصد اي انسان عني. ولما لقيت بالصدفه انسان يقرب مني، الدنيا قامت ولا قعدتش. كانوا عايزين يحطموه، حتى لو حطموني معاه. عندك حق، مدارس الفن الحديثة بتبقى صعبة شوية. عظيم، دور الفنان في الحرب مهم قوي. ومع ذلك ايه يعني لما خسرت؟ ايه لما حرمت نفسي من العالم العظيم بتاعه؟ انا عمري ما كان ليا اصدقاء، ومع ذلك انا اخترت الاصدقاء دول. ايه انا انت فاكراني اتجننت عشان بقول لك بقعد معاهم واحوارهم؟ انتوا تقصدي مين؟ بابا وماما وانتي وسمير وسوزان، علاقه بتحكمها صدفه الميلاد ما اخترتهاش، وبالتالي مش مسؤول عنها. ومع ذلك مين فيكم حاسس بغيابي؟ بابا حافظ بيه لسه مندمج في لعبته القديمه اللي بيلعبها من زمان، الثروه والقوه. الست ماما، انت عارفه انها اول واحده ارتاحت وتنفست الصعداء لما قفلت على نفسي. طب سمير وقاعد في بلاد العم سام ومش عايز يرجع، ومتهيألي كده عمره ما فكر في هاني ولا افتكره. سوزان علاقتي انتهت بيها لما بدأت تكبر وتدور على الحب، وعترت في ابن عمها المحترم الأستاذ حسين شوقي، وانتهت طموحها خالص. ناهي الرقيقة الحالمة، مدرسة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب، واللي أخذت الماجستير وعلى وشك تاخد الدكتوراه. للأسف علمها انحصر في محاولتها المستميتة لعلاج ابن عمها أحمد شوقي من حقده وكرهه لينا. شوف يا أستاذ مكرم، الحكاية اللي حكتها لك ناهد دي كانت مرحلة وكان لازم أمر بيها. أهلي هم عفاف ومحمد. ناهد مختلفة شوية، وإن كانت هي كمان ما عادش عندها القدرة عشان تحب أو تشتاق لحد. دم واحد بس حاسين باغتراب،